كيف ما كنعرفوا في عيد الأضحى المشاوي والقضبان هما نجوم المائدة، ولكن السر الحقيقي في المذاق هو الخبز اللي كيتقدم معاهم. هادشي علاش جبت لكم وصفة خبز العيد بالحبوب أو الزرارع، خبز خفيف من داخل مقرمش من برا، والمذاق ديالو كينسجم بطريقة رائعة مع المشاوي. شكل راقي، نكهة مميزة، وريحته في الدار كتفتح الشهية. وغادي نعطيك السر اللي كيخلي الخبز يجي رطب ومفشفش. جربوه وغادي يولي من الأساسيات مائدة العيد عندكم. خليك معايا، شوفي الفيديو حتى الاخر وفرجة ممتعة. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، ونبداو على بركة الله. كناخذ 2 معالق صغار ديال الخميره حبيبات مع 2 معالق صغار ديال السكر سنيده مع شويه ديال الماء الدافئ. كنخلطها وكنغطي عليها وكنخليها ترتاح 1 دقيقه. كناخذ كميه من الدقيق الناعم يعني الفورس، كناخذ كميه من السميده رقيقه، الكميه كتبقى على حسب الرغبه. كناخذ كميه من دقيق القمح وكنخلط المكونات جيدا. كناخذ الخميره ديالنا بعد ما تفاعلات وكنضيفها الدقيق وكنخلط كلشي مزيان. كنضيف الماء دافي وكنستمر في الخلط. انا بالنسبه لي هنايا درت سميده رقيقه، نتوما تقدروا تعوضوها بالفينو، المهم سواء السميده رقيقه ولا الفينو بجوجهم يعني كيشربوا. داكشي علاش خاصني نخفف الخليط ديالي من الاول. الا ما خففتوش فمن بعد يعني كتقصاح ليا وكتصعب في الدليك. هنا بالنسبه لي الملحه ما ضفتهاش من الاول، لان الملحه الا درناها مع الخميره في الاول كينقص التفاعل ديال الخميره والخبز ديالنا ما كيخمرش دغيا. هادشي علاش حتى كنخلط العجينه مزيان عاد كنضيف الملحه وكتستمري في العجن. كتبقاي تضيفي الماء شويه بشويه وانت كدلكي. الا ما بغيتيش تدلكيها كاع يعني كتقدري المهم تخفي العجينه في الاول صافي وكتخليها. المهم هو العجينه تكون مرخوفه، هذا هو السر ديالها اللي كيخلي الخبز يجينا مفشفش. فالعجينه خاصها تكون مرخوفه، قد ما كانت العجينه مرخوفه قد ما كيجينا الخبز رطب ومفشفش. وإلا جات العجينه قاصحه فراه حتى الخبز كيجي مدقص وقاصح ما كيجيش زوين. ودابا كنضيفوا المكون الاساسي اللي هو الزبده اللي كتخلي الخبز ديالنا يبقى رطب مده طويله وكيجي مفشفش وزوين. العجينه خاصها تكون مرخوفه كتلصق عاد كتضيفي ليها الزبده. انا واخا هكاك راه العجينه ما يعني ما رخفتش بزاف، يعني تشغلت مع ولادي صافي ما غير جمعتها. نتوما خليو العجينه تكون مرخوفه، ضروري تكون مرخوفه بزاف. كتضيفي لها الزبده وكتزيدي تدلكيها شي شويه صافي وكتجمعيها وتخليها ترتاح. هنا غادي نضيف شويه ديال الكمون ولا زريعه الكتان. انا كان خاصني نضيفها في الاول مع الدقيق لكن ما تفكرتوش وصافي تفكرتو حتى الاخر وضفتو العجين يعني ماشي مشكل. كنقدر نضيف حتى جنجلان يعني على حسب داكشي اللي عندي اللي متوفر عندي ممكن نديرو. وحتى الكمون كيتواتى مع المشاوي داكشي علاش ضفتو. ممكن نضيفوا حتى السانوج، يعني اي حبوب عندكم في الدار ممكن تضيفوها. كندير واحد شويه ديال الزيت في القصريه وكندي فيها ديك العجينه ديالي كنديها ونجيبها في داك الزيت باش كنوضعها في واحد البلاستيكه وكنخليها حتى كتخمر مزيان. هذيك البلاستيكه الدور ديالها هو بحال كتزيد تدلك لينا هذيك العجينه، يعني كتزيد العجينه ديالنا كتزيد تطلق، وهذاك الزيت ما كيخليش العجينه ديالنا كتلصق لينا في الميكا. وكنحيدوها بسهوله. كنجمعها وكنخليها تخمر حتى كتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرات كنزولها من البلاستيكه بسهوله وكندير منها نشكل منها كويرات صغار او على حسب الحجم اللي بغيت. الا بغيت الخبز يجيني صغير فكندير كويرات صغار، بغيت الخبز يجيني شويه كبير كتكبر الكويرات. كنغطس الكويره ديالنا مع البيض مخلط مع شويه ديال الحليب وكندوزو في الزرارع. بالنسبه للزرارع انا كندير الشوفان مع شويه ديال الجنجلان مع البافو مع الزريعه ديال القرعه والزريعه العاديه. يعني انا خلطت هنايا. بالنسبه لكم نتوما اللي متوفر عندكم كديروه، يعني كتخلطوا داكشي اللي عندكم. انا هنا غادي ننوع في الخبز. غندير وحده ديال الشوفان، وحده ديال الجنجلان، وحده ديال البافو، وحده ديال يعني مخلطه فيها الزرارع كاملين. يعني المهم كيبقى داكشي الاختيار ديالكم نتوما واللي متوفر عندكم. كنشرط الخبز ديالي بموس يكون ماضي على هذا الشكل باش ملي كيتنفخ كيجي مفلح وزوين بحال الشكل ديال الزنقه. كنخليه يخمر وكنرش عليه بالماء وكندخلو الفران يكون سخون على درجه حراره يعني العاليه اللي كيطيب فيها الخبز، يعني 180 حتى 200 درجه. المهم انا درتو غير في الفران ديال الغاز. بالنسبه اللي كيديروا الفران ديال الضوء راه كان احسن، لان الفران ديال الضوء كيجي تماما بحال يعني بحال ديال المخبزات كيجي زوين. جربوه ردوا عليا راه كيجي مفشفش ورائع، رطب من داخل مقرمش من برا، كيجيو داك الزرارع فيه كيعطيو واحد المذاق رائع. جربوه ردوا عليا اكيد غادي يعجبكم. الا عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنساوش تدعموني بلايك وتخليوا لي رايكم في التعليقات وشاركوا الفيديو مع العائله والاصحاب. عيدكم مبارك بالصحه والراحه ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله.